ادرينالين، خدت مطب يا ابن لذينه. ابعد عني بالتريلا وانت سايق بالفانيلا، ولو سمحت جريني وخليني اخد يميني. الواحد بيحلله يفلوج في اوقات غريبه والله العظيم، الساعه 2 الا ربع بالليل، بس هو الجو ده ما يتنزلش فيه غير بالليل يعني. مع ان انا مكسر اصلا ومش قادر، كان عندي تمرين بتمرن وكان عندي لعب يعني بلعب بادل، فرجلي اصلا يعني شدة وحالتي حالة وعايز انام. بس برضو ايه، الجو بتاع بالليل ده بيبقى مغري كده، خصوصا بالحر بتاع الصبح ده. بعدين صراحة كنتش ناوي فلوج يعني، كنت نازل اركب موتوسيكل كده عشان احركه، عشان بقالي كتير ما حركتوش عشان البطارية ما تنامش. بس قلت طب ما فلوج بالمرة، عشان في موضوع حصل كده عايز اتكلم فيه. السوشيال ميديا دي يا جدعان حاجة كذبة كبيرة يعني، كان المفروض تتسمى، خليني اقفل بس البتاع، كان المفروض تتسمى انتي سوشيال ميديا، يعني اللي هو حاجة اسمه ايه ده، التفاصل، مش التواصل الاجتماعي، التفاصل الغير اجتماعي. بجد عالم مدمر وعالم مش حقيقي. الشيطان سماها السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي، وبيزين لنا الحاجات زي ايه، الخمرة اللي بيسموها المشروبات الروحية كده. ليه بقول كده؟ عشان حصل موقف كده اللي هو ايه، ليه علاقة بقناة كودزيلا، القناة التانية يعني. مش هتكلم في برمجة وكده، بس هتكلم في حاجة في الحياة عامة يعني. ممكن الواحد يطلع يتكلم في موضوع، وحد تاني يبقى مثلا بيتكلم في البرمجة برضو كده، يبقى عنده وجهة نظر مختلفة او حاجة. وبسبب ان حاجة زي السوشيال ميديا مش احسن مكان يحصل فيه مناقشات، لان انت بتطلع تتكلم في حاجة معينة من منظورك انت مثلا برأي معين. عمرك في فيديو ما بتقدر توصل كل حاجة في الحياة، او تسمع الناس فترد ومش عارف ايه، لان هو فيديو حاجة من سايد واحد طالعة منك انت، مفيش مجال للمناقشة. وحد تاني يطلع مثلا يقول حاجة مختلفة، وده عادي جدا مفيش اي مشكلة. بس بما ان مفيش مساحة لان الناس تتناقش، ففي ناس تانية اللي هو غالبا لسه بيبقوا معظمهم عيال صغيرة، العيال اللي هي كبرت في ايديها موبايل والحاجات دي، جيل مظلوم برضو، لان هي دي الحياة اللي هو عارفها، الحياة الرقمية بتاعت اللي هم قاعدين بقى بيتفرجوا على تحديات وخناقات ومش عارف ايه، حوارات السوشيال ميديا التافهة دي. فبيبقوا عايزين بشكل ما إثارة، حتى في التعليم يعني، عايزين يدخلوا الموضوع ده في التعليم، وعايزين يشوفوا الناس بتناظر بعض وبتتخانق ومش عارف ايه وكده، فبيقعدوا يسخنوا الدنيا. فاهم انت، تعمل حاجه تتكلم في موضوع، فيروح يبعت هو الموضوع ده لحد تاني يقول له بص ده قصده عليك، بص ده بيتكلم عليك، بص ده مش عارف ايه، اطلع بقى رد عليه، اطلع اعمل معاه مناظره. والواحد المشكله هو قاعد على السوشيال ميديا مش شايف مين الكومنت، مين اليوزر اللي بيكومنت ده، فبيقرا الكومنت اكن ممكن الواحد بيفتكره ساعات ده واحد كبير مثلا او حاجه، بينما هم معظم الناس اللي بتعمل كده هم فعلا عيال، ممكن يبقى عندها 8 سنين 10 سنين 12 سنه 14 سنه، وعادي عيال دي مش شتيمه، كلنا كنا عيال يعني. ف مش عارف يعني اللي حصل في الاخر ان مثلا انا كان الواحد بيبقى راسم صوره معينه لشخص ما مثلا من خلال السوشيال ميديا وكده، اللي هي عمرها ما بتديك الصورة الكاملة او الانطباع الكامل عن الشخص، لا انت بتشوف حاجات بتستقبلها بمنظور معين، بترسم انطباع عن الشخص ده، وممكن الانطباع ده يفضل عايش معاك طول حياتك، بينما الانطباع ده عن الشخص ده خاطئ تماما. فتروح وتحاول تتعرف على الشخص وكده، وتلاقيه واحد تاني خالص وانسان جميل وتقعدوا تتكلموا وتتناقشوا ساعتين مثلا ولا حاجة. وده حاجة حصلت معايا يعني بسبب الحوارات دي. وبس ابتديت الاقي ان الناس بتعمل دوشه كتير، وقلت طب ما اروح اتكلم على الشخص، يمكن انا فاهمه غلط، يمكن انا راسم انطباع خاطئ. وطلع ده فعلا اللي حاصل يعني. وطلع مثلا ان في بينا سوء تفاهم بسيط او حاجه، وحتى لما اتكلمنا شويه ما طلعش سوء تفاهم اصلا، احنا طلعنا متفقين 100% على كل حاجه اللي هو. فسبحان الله يعني الواحد بعد كده يتعلم ان هو يبادر بالحاجات دي، لان مفيش حاجه هتتحل غير بالحوار، وان انت تتكلم مع الشخص وجها لوجه، وتفكك من العيال اللي قاعده بتسخن وتعمل جدالات دي ومش عارف ايه. فالسوشيال ميديا فعلا عالم غريب. وانا مش متخيل مثلا كمان 5 10 15 20 سنه لما يبقى خلاص وانا النور اللي عليه فتح ليه، لما يبقى خلاص فعلا الاجيال وده اصلا غالبا حاصل دلوقتي، اللي هي موجوده باكبر عدد ممكن،
هي الاجيال دي هي الاجيال اللي عماله تكبر في بيئه مريضه، اللي هي بيئه السوشيال ميديا دي. عندهم الى حد ما توحد شويه من ناحيه هو ما بيعملش حاجه. هو الانسان مش معمول ان هو يفضل ماسك موبايله 24 ساعه ويتفرج على فيديوهات 24 ساعه ويتفرج على حياه الناس 24 ساعه. الانسان معمول عشان يتواصل وينزل ويتكلم ويلعب مع ويعني يلعب مثلا رياضه او حاجه مع غيره، يبقى في تواصل في الحياه الواقعيه. ده عمال يقل 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 يقل، وعايزين يدخلوك في في ار وتبقى عايش حياتك اصلا جوه واقع افتراضي ودنيا. فده حاجه هتدمر الانسان نفسيا يعني. والمجتمعات انا متخيل انها تبقى، الواحد هيرجع للفيديو ده لو فضل موجود ولا فضل عايش كمان مثلا 20 30 سنه يقول يا نهار اسود ايه اللي احنا وصلنا له ده. انا متخيل المجتمعات هتبقى حاجه اللي هو صعبه جدا يعني، وحاجه مختلفه عن اي حاجه قبل كده. وهي اوريدي يعني هتبقى مليانه امراض نفسيه بالهبل، وده اوريدي حاصل يعني. كم الناس اللي بتعاني من مشاكل نفسيه وامراض نفسيه وحاجات عمرها ما كانت ظاهره من 10 20 سنه ومن قبل كده يعني. ففي تحديات كبيره الصراحه، والموضوع مخيف شويه يعني. الموضوع غصب عنك كمان، انت لما تبقى اصلا هو ده شغلك معظمه على الانترنت، فبتنغمس في الحاجات دي وبتاخد من طاقتك وبتاثر على نفسيتك جامد وبتشغلك على الفاضي حاجه الصراحه مش لذيذه ابدا يعني. بس مش عارف ايه الحل يعني. ما اعتقدش ان في حل قوي غير ان الواحد يبقى واخد باله من نفسه بس يعني في الحاجات دي، ويحاول ما ينغمسش قوي يعني ويرجع نفسه. لان الشيطان طبعا بيبقى عايزك تنغمس وتتخانق مع ده وتتكلم مع ده وتعمل حوار مع ده وتنشغل عن اصلا الحاجه المفيده مثلا اللي انت ممكن تكون بتحاول تعملها او كده. والشباب عايزين يبقوا بيتفرجوا على رأي حبيبي أسامة الزيرو، كنا بنتكلم يقول لي الشباب عايزين يتفرجوا على رامز جلال في كل حته، حوار الخناقات والتحديات والمقالب والدنيا فعلا حاجه محزنه الصراحه يعني. المهم انا ما ندمتش خالص ان انا نزلت دلوقتي وركبت الموتوسيكل، لان الجو يا جدعان اللي هو اللي بيبقى الصبح 40 و42 لا دلوقتي في نسمه هوا كده ايه، مش هقول ساقعه طبعا، انا لابس نص كم حتى مش لابس جاكيت ولا حاجه، ما اقدرش البس جاكيت يعني مع ان المفروض امان يعني، وعندي جاكيت صيفي كده بس نسيت البسه. المهم يعني لا في نسمه هوا حلوه قوي اللي هو الله يا الحمد لله. والتعب الواحد بينساه لما بيركب الموتوسيكل، انت بتنسى التعب خصوصا لما تطلع تتكلم بقى كده ومش عارف ايه موضوع حلو يعني الصراحه. موضوع برضو ان انت تبقى كرييتور ده او شغلك معتمد على صناعه المحتوى وكده ايزوليتنج شويه او بيعزلك شويه. لان انت غالبا لو مثلا واحد عندك، مش بتكلم بقى عن نفسي، انا بتكلم من اللي شفته من الناس وبتكلم بشكل عام يعني. غالبا لو انت واحد عندك مثلا اودينس كبير او كده، مش هقول بقى ان الواحد مشهور وزي الممثلين والحاجات دي خالص يعني، بس ايه تبقى انت عايز تبقى عايش حياتك يعني. تخيل واحد مثلا عنده 10 مليون سبسكرايبر ولا حاجه، وده بيبقى انسان عايز يعيش حياته عادي، مش عايز كل ما ينزل في حته الناس تسلم عليه وتتكلم معاه ومش عارف ايه وكل واحد بيبقى عايز بقى يستغلك انه شايفك يقعد يتكلم معاك في مش عارف ايه وايه وايه، وانت ممكن تكون ما عندكش طاقه لده وكده. طبعا حاجه حلوه محبه الناس وكده يعني، بس قصدي ان ساعات الواحد بيحس ان هو عايز يختفي كده او يبقى غير معروف، او كان عمل ماسك مثلا قبل ما يعمل القناه وما كانش حد يبقى عارفه او كده خصوصا عشان الناس ما تشخصنش معاك الامور. عارف لو انت طول ما انت مش معروف كده صعب ان حد ياخد معاك اي حاجه بشكل شخصي يعني، مش هيقدر يعمل كده يعني. وده بيحصل كتير يعني. برضو مش بتكلم عن نفسي، انا بتكلم بقى بشكل عام يعني. معاناه صناع المحتوى بشكل عام، وفكره برضو ان انت بتبقى ايزوليتد من ناحيه انت غالبا مثلا معظم صحابك ما يعرفوش مثلا انت بتمر بايه او بتعمل ايه او شغلك ده عامل ازاي وبيأثر عليك ازاي. حاجه محتاجه ان انت يبقى عندك صلابه نفسيه جامده برضو. انت ممكن يكون بيجي لك مئات او الاف الكومنتات كل يوم. تخيل بقى الناس اللي عندهم 40 مليون و100 مليون ومش عارف ايه وكده، واي انسان عادي انسان طبيعي زيه زي كل البشر التانيين بيتاثر نفسيا بحاجات. فشوف كم التعليقات اللي بتجيلك مثلا، شوف كم الناس اللي ممكن تكون بتشتمك او بتنتقدك او بتبص لك بمنظور خاطئ، بياخدوا عنك انطباع خاطئ مش عارف ايه، ويجي يكتب لك حاجه ويزايد عليك في حاجه 200 بقى الف حاجه. فالحاجات دي معظم الناس مش بتمر بيها او مش بتحس بيها يعني، وهي فعلا ممكن تكون مدمره لصانع المحتوى لو ما عندوش الصلابه الكافيه ان هو يستوعب. وانا بقول الكلام ده بفكر بيه نفسي وبتكلم لو حد تاني صانع محتوى بيسمع يعني، اللي هو
الواحد فعلا يستوعب ان ده عالم رقمي كده، ما ياخدش الاراء بشكل شخصي، ما ياخدش كلام بشكل شخصي. انت فعلا زي بقول لك ممكن يبقى واحد عنده 8 سنين ولا قاعد ورا الشاشه، انت راجل عندك مثلا 50 سنه، واحد قاعد 8 سنين بيكتب لك حاجه اللي هو مع احترامي الكامل يعني لكل الناس، بس يعني ما ينفعش يعني. انت خبرتك ايه في الحياه يعني؟ فالموضوع ده فعلا لا يعني، فكره الانعزال ده ان انت بتحس ان انت الى حد ما لوحدك في كل حاجه انت بتعملها، ومعظم الناس مش فاهماك او مش عارفه المعاناه دي، او حاجات كتير قوي بقى. ده بيبقى برضو مؤثر شويه، وممكن يخلي ناس كتير توقف اصلا او يجي لها احباط فتره كبيره وكده. بس خلينا نزود الكاوتش دلوقتي. 42. السلام عليكم، عايز ازود بس بعد اذنك، ازود ايه 42. نفخنا الكاوتش بسلام. اوب الحمد لله. شيماء يا شوشو، شيماء يا شوشو. مش عارف، ساعات بيجي في دماغي حاجات غريبة اوي. عايزين نقطع عكسي لا مؤاخذة، الوقت متأخر وبتاع، قشطة يعني مش مشكلة يعني. ايوه ايوه، عدي يا باشا، شكرا. مع ان انا بشتم اللي بيعمل كده يعني، بس يعني الواحد برضو ايه ساعات ايه بيحب يبقى متناقض كده، صح؟ وبالليل وبتاع، اعذار بقى اعذار. دلوقتي انا مش عايز اروح، عايز افضل سايق 4 ساعات مثلا، خلاص كده يعني افضل سايق للشروق مثلا بالفضل اللي موجود ده. تقلب لي يا عم كده ليه يا عم؟ تقلب لي كده ليه يا عم؟ انا نوري ما بيطفيش، اعمل لك ايه ده؟ انت حاجه قله ادب والله. في الجو الحلو ده والبلد وهي فاضيه كده الصراحه بتبقى ممتعه جميله، بالرغم من موضوع الاشجار اللي اتشالت ده وكل حاجه، ربنا ياخد اللي كان السبب يعني. بس ستيل يعني تقدر تستمتع كده. بيفكرني الموضوع ده بلاتفيا لما كنت ايه في الشتاء. انا ممكن اطلع والله بدل ما الف، اطلع كده. في الشتاء في لاتفيا مفيش حاجه بتتعمل حرفيا، لدرجه ان انا وانا ما كنتش ساكن في العاصمه يعني، ساكن في مدينه ساعه ونص كده بعيد عن العاصمه، فمن كتر البؤس في الشتاء يعني كنت ساعات بركب العربيه الساعه 12 بالليل مثلا، اشغل بودكاست، اسوق للعاصمه وارجع، اسوق للعاصمه اكل ماكدونالدز مثلا وارجع. زمان بقى طبعا يعني الكلام ده من سنتين ولا حاجه، انا سبت لاتفيا من سنتين يعني، كانش لسه ماكدونالدز والكلام ده مقاطعه، بس من كتر اللي هو مفيش حاجه تتعمل وبتاع، فاللي هو انا ايه هسوق اسمع بودكاست في الطريق، اوصل اكل لي وجبه كده وانا في العربيه، واقوم راجع مكمل البودكاست. دي خروجتي يعني، حاجه في كميه الحزن يعني. بس الواحد بيتصرف يعني، اصل ايه اعمل ايه؟ بحب انزل، انا شخص اكستروفرت، بشحن طاقتي لما انزل. مش شرط اكستروفرت دي يبقى معناها ان انا عايز اتكلم مع ناس طول الوقت او اشوف ناس طول الوقت وكده، لا. زي ما بتشوفوا في القناه هنا، بستمتع جدا بان انا عادي لوحدي بعمل حاجه مغامره، بنزل في الغابه، بركب قارب في الميه بقى، مش عارف ايه، بمشي اكلم نفسي، المهم ابقى بره، مبقاش قاعد في حته جوه مقفول عليا محدود كده. ف... فكنت بصرف نفسي بقى الصراحه. هنعمل ايه يعني؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ برضو من الحاجات اللي بحبها في مصر، مع ان دي عامه حاجه بشكل عام مش ايجابيه، لانها تدل ان تدل على الفقر وتدهور الاحوال وكده، ان كل حق ان يعني حاجات كتير قوي شغاله طول الوقت يعني. في اي وقت عايز تنزل تشرب عصير، تنزل تاكل، تنزل تعمل مش عارف ايه بتاع، هي معظمها الحاجات دي اكتر حاجه بتبقى شغاله يعني. بس وفي محلات كتير قوي تقفل مثلا 12 بالليل ومش عارف ايه، مفيش بره الكلام ده يعني. انت يا باشا الساعه 6 7 خلاص، ده 7 ده اللي ايه قافل متاخر يعني. بعدين كل حاجه بتقفل يعني. ده انا فاكر مره رحت النرويج، وكان يوم الحد بقى يعني، حتى يوم الحد من الصبح
الصبح اللي هو الصبح عادي مفيش سوبر ماركتس. عارف السوبر ماركت اللي هو لو عاوز تجيب اكل تقعد سوبر ماركت، مش بقول لك مطعم او حاجه، مفيش، كله قافل. وده النظام عندهم لحد كل حاجه في الحياه بتقفل، فانت لازم تبقى عامل حسابك يعني من قبلها. فحتى كانت حاجه غريبه يعني، حتى في دول كتير في اوروبا مش كده. فعشان بس النرويج دول طبعا من اغلى هم من اغلى الصراحه، بس قصدي من اغنى برضو دول العالم يعني، فمش محتاجين ان الناس تبقى بتشتغل طول الوقت وفاتحه طول الوقت. بس على الرغم ان دي بقول حاجه مش ايجابيه اقتصاديا اعتقد يعني، او كدلاله على حال البلد، دي حاجه الواحد كفرد يستمتع بيها يعني. طبعا مش الفرد الشغال المطحون، الفرد اللي عنده رفاهيه الحمد لله يعني. للناس اللي عندها رفاهيه وقادره ان هي ممكن تنزل بالليل تعمل حاجه فيها رفاهيه او كده، دي حاجه طبعا بتبقى ممتعه يعني. بس الواحد الحمد لله بيعملش حاجه من الحاجات دي عشان ايه وزني كان زاد زياده غير طبيعيه يعني. كنت وصلت ل 88 كيلو وانا واكتر كمان يعني 89، وانا طول عمري اصلا ما بزيدش عن 75 76 يعني. لما كنت ببقى 77 ببقى كده تخنان شويه، فان انا اطلع ل 88 كيلو دي، واحد كان بطل جيم فتره وبالليل عمال اكل لي في شرب الكراميل وبروتين بافس قال يعني ومش عارف ايه، وعمال ارمرم وقوم جايب لي فراخ مقليه وي 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 ومبوظ الدنيا خالص وانام متاخر فجسمي راح في حته وحشه يعني. بس الحمد لله ان انا ايه بلحق نفسي يعني، ما بسيبش نفسي خالص ان انا اضيع يعني. فرحت موقف كده خلاص، دي كانت نقطة الستوب بالنسبة لي، وبدأت دايت بانتظام. انا في الدايت زي ما قلت قبل كده ملتزم، ما ببوظش خالص. فالحمد لله واصل دلوقتي اهو في خلال اقل من 3 اسابيع من حوالي 89 او 88 7 من 10 عشان يبقى الواحد يعني اون بوينت، واصل لحوالي 82. فكل ده وانا ما بروحش الجيم لسه برضه، يا دوبك التمرين والماتشات البادل اللي بلعبها دي بتبقى كارديو كده وسط الاسبوع، بس عايز ابتدي اروح الجيم يعني. ولا حاسس فرق نفسيا جامد. اي نعم الواحد نفسه هفاه على كم من الاكل مش عارف ياكلها، بس النتيجه مستاهله. ولما يعني حلو ان الواحد يتعود ان الاكل ده المفروض، الاكل اصلا حاجه انت بتاكلها عشان تسرفايف يعني، انت عشان تعرف تعيش، مش بتعيش عشان تاكل. وهو ده بقى الثقافه بتاعتنا، ان احنا بنعيش عشان ناكل. الخروجات كلها عباره عن اكل مش عارف ايه، اكل 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 اكل. صناعه الاكل بقت حاجه يعني، اللي هو لما ترجع للانسان زمان، الانسان زمان كان بيعاني عشان يلاقي اكل اصلا، وبالذات لحمه، ولازم يصطاد ويخزن ويزرع. وحوار الاكل ده اللي هو انا فعلا انا باكل عشان اعيش، يا اما هموت، مش بروح اطلب لي ديليفري ومش عارف ايه وكده. بقينا كناس في العالم بنتعامل مع الاكل بطريقه مختلفه خالص، بوظت لنا بقى صحتنا جدا اصلا يعني، وليها تاثيرات مقرفه يعني. خصوصا الاكل اللي بقى كله اكل بروسيسد واكل مطاعم وي وي وي، كل الحاجات دي بتعمل مصايب في الصحه يعني. وشيماء يا شوشو شيماء، مش عارف، بفكر اسمي الموتوسيكل بتاعي شيماء، مع ان يعني الموضوع مش لايق خالص، بس حاسه وهو معايا كده ايه، وانا راكبه كده يمين وشمال وفي الهوا ونترنح، عايز اقول له شيماء يا شوشو شيماء. حتى الواحد مش عايز يجري قوي يعني، انا قشطه مبسوط ان انا بكروز والدنيا فاضيه. أحلم دوما أن أكون الأفضل بين الجميع، لجا أجمع البوكيمون على كيد الصنيع. بوكيمون سأسافر عبر التجمع باحثا في كل مكان عن نسمة هوا تنعنشني عشان ما اقعدش في البيت. سأجمعها الآن بوكيمون، الطريق حمشي مهما طال عليا والمكان حلاقيه مهما لاجلوش ايه. والله ديزني الصراحه بالرغم من المصايب اللي بيعملوها، الاغاني بتاعتهم زمان كانت حلوه قوي. الناس اللي بتدبلج العربي افلام هيركليز والحوارات دي يعني، بحب اغاني هيركليز قوي الصراحه. الكرتون ده القديم، ما اعرفش ممكن ناس كتير بتتفرج اصلا دلوقتي ما تبقاش عارفه انا بتكلم عن ايه. بس المهم ان الطريق حمشي
مهما طال عليا والمكان حلاقيه، مهما لاجلوش ايد. والله يعني حتى الاغنيه فيها معاني حلوه يعني. لازم امشي علشان اوصل للبيت. انا بعمل كده على طول بقى وانا لوحدي خلف يعني وانا مش بسجل او حاجه. فايه بما ان انتوا حبايبنا يعني مش مشكله. انا اصلا مره نفسي افتح الكاميرا كده كاني ما بصورش وقاعد بس بمارس حياتي الطبيعيه وافكاري الشقيه والسايكوباتيه والتي احيانا هي ضروريه. نعم نعم وهو كذلك. لما بتقعد لوحدك كتير في حتة زي لاتفيا لازم تكلم نفسك عشان تعيش. لا ومن قبل كده والله انا طول عمري كده الصراحة يعني هو الموضوع ممتع شوية اللي هو ايه، حاسه ليه علاقة بالاكستروفيرجن، ان انت بدل ما الانسان الطبيعي بيبقى مثلا الحاجات دي دايرة في دماغه وان كانت هي ايه واحد بيقولها بصوت عالي قشطة، انا بس واخد ليفل زيادة ان انا ساعات بصورها بقى كمان يعني. ما عندناش حاجة نتكسف او نخاف منها. لقد مر زمن الخوف وعدى وهو كله بيعدي. المشكلة ان في لا ما في حاجات ساعات ما افكار برضه ما ينفعش اقولها بصوت عالي، دي خليها لنفسي بقى برضه. مش كل حاجة برضه كده تبقى على عايز تقول لي هو في انيل من كده واجن من كده. يا نهار اسود انت شفت حاجة؟ سيدي الرئيس انت لا تدري ولا تعلم، أنت لا تدري ولا تعلم ماذا يوجد في هذا المخموخ الغامض الصامت المتلامض. أي نعم. Yeah boy, it's kinda weird, you know, if you know what I mean. I'm sure some people know what I mean, you know. There are different kind of personalities. عندك كارل يونغ كان عامل بحث كده، وبعدين جه بقى ايه مايرز بريجز امه وبنتها خدوا كملوا على البحث ده وقال لك في 16 نوع شخصيه، واطلقوا على الموضوع MBTI. فهو 16 ايه تمبلت كده، 16 اسطمبه بتتكرر. طبعا مفيش حاجه اسمها كده 100% يعني، بس لحد ما دايما العلوم النفسية دي بتحاول تفهم وتحلل الشخص اكتر يعني. بس عمرك ما تقدر تقول ان يعني ترسم حدود او سطور او جايد او ديفينيشن الكلمة الصح لشخصية ويبقى هو الموضوع كده 100% يعني. دي حاجة مستحيلة يعني. والله اعلم المستحيل ممكن يحصل فيه ايه في هذا الزمن وعصر AI والذكاء الاصطناعي. ازيكم يا شباب. ابل عملوا يعني والله OpenAI عملت حركه صايعه مع ابل ان ChatGPT هيبقى موجود مع سيري، هيلموا شويه داتا يا جدعان وداعا للبرايفسي. هو اصلا مفيش برايفسي في الحياه يعني، دي كده كده خدعه مهما حتى ابل اللي هم بيقولوا برايفسي وجدا مش عارف ايه يا باشا ولاد لذينه برضه يعني. بس وداعا للبرايفسي بقى فعلا يعني، واهلا بالداتا الكتير اللي OpenAI كانت عمرها ما تقدر تلمها بهذا الشكل لو ما عملوش تعاون زي ده. لان مش كل الناس في الحياه بتستخدم يعني، لو اخدنا نسبه الناس اللي على الكوكب كله اللي بتستخدم نسبه حاجه زي ChatGPT هتبقى نسبه قليله جدا 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 من 8 مليار يعني بني ادم اللي عايشين. فالحركه دي هتخلي OpenAI تلم داتا كمان من الافريج ديلي فون يوزر، الشخص العادي اللي بيستخدم التليفون كل يوم. اي نعم برضو نسبة الناس اللي معاه ايفون لو هتقارنها بانواع الموبايلات التانية برضو تعتبر قليلة جدا، بس ستيل يعني. والله محدش عارف العالم ده رايح على فين يا جدعان، محدش عارف الذكاء الاصطناعي ده رايح على فين. كل ما الواحد يقعد يفكر اعمق واعمق واعمق في حاجات ايجابيه كتير بس في مصايب سودة يعني. فكره اصلا ان انت تحاول تسهل كل حاجه على الانسان
او تخلي الانسان ما يعملش حاجه وكل حاجه تبقى مؤتمته في روبوت بيعملها في ايا كان. بتخلي الانسان كده اصلا نفسيا مش مظبوط، يعني الانسان مش معمول عشان كده. فدي حاجه تانية مع موضوع برضو السوشيال ميديا والمجتمعات والمستقبل، وهي كل حاجه داخله في بعض بشكل ما. ساعات الواحد مش بيقدر يطلع او يصور للناس وهو بيتكلم الترابط ما بين الحاجات دي اللي في دماغه بالظبط، بس يعني برضو حاجة مدمرة ان الانسان يبقى سبل الراحة عنده بزيادة قوي 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 قوي. مش هيبقى فيه دافع لأي حاجة في الحياة، ولما تفقد الدوافع دي انت هتبقى موجود ليه، او انت بتعمل ايه، او اللي هو يعني عارف الناس اللي هي بتبقى معاها فلوس كتير قوي واغنياء قوي، وبنسمع مثلا معدلات الانتحار في دول زي سويسرا والحاجات دي والدول الاسكندنافية والناس الغنية جدا دي، من كتر الاكتئاب ومن كتر ما كل حاجه تمام التمام والعيشه زي الفل. طبعا واحد قاعد في مصر فاهم دلوقتي بيقول لك يا عم اروح هناك بس ونبقى نشوف موضوع الانتحار ده، بس يعني فعلا الناس دي من كتر ما كل حاجه تمام بزياده، مش بيعانوا في اي حاجه في الحياه، بيوصل لدرجه من الاكتئاب كده اللي هو انا بعمل ايه، انا عايش ليه، انا مش عارف ايه، خلاص بيفقد السعاده او الشعور بالحاجه، بالقيمه، مش عارف يعني. اصل هو مفيش شعور بالسعادة مثلا غير لما يكون، او شعور بتقدير الحاجة غير لما يكون في شوية معاناة. لما بتشيل المعاناة كلها الانسان مش معمول عشان كده، ف بتبقى فاضي كده من جوه وحاسس ان انت مالكش لازمة، او مش عارف تعمل ايه، او يعني متخيلين اللي انا بتكلم فيه. مش عارف واحد مفقود في مصر هيبقى متخيل حاجة زي كده ولا لا يعني. بس عارف لما تتعب مثلا في حاجه قوي وتشوف ثمار التعب ده، فيجي لك احساس كده جامد مبسوط. لما تتعب مثلا في مذاكره جامد، لما تتعب في فهم حاجه وتحقق منها حاجه، لما تتعب في هدف توصل له وتكون فعلا ارهقت نفسيا وبدنيا وجسديا، ما بدنيا هي جسديا وعقليا وكل حاجه، وبعدين تتحقق نتيجه الحاجه دي، فتحس اللي هو بتحس بشعور كده اللي هو انت حاسس بقيمه الحاجه دي او بقيمه الشعور. لما كل السبل الراحة تتوفر في الحياة في كل حاجة، هتبقى الحياة ملهاش معنى، النفسيات هتتدمر. عارف الناس برضو اللي هي اغنياء قوي مثلا، دول اللي هو كل حياتهم بتصبح عبارة عن ان هو بيديها بقى مخدرات وسكر وحفلات، وعايز يبقى في اللاوعي على طول لان هو مش قادر يبقى في الوعي، مفيش حاجة بسطاه. والواحد شاف من الناس دي كتير قوي قوي قوي، بالذات بره يعني، وفي مصر حتى على فكره يعني. حتى الشخص ده بيبقى خلاص، هو حتى وهو واخد المخدرات والخمره ومش عارف ايه كده، هو ما بيبقاش اصلا مبسوط فعليا، هو بيبقى ستيل مكتئب بس مغيب بشكل ما، فانبساط لحظي كده اللي هو لا يا جدعان، واحد شاف حاجات والله الموضوع فعلا وحش يعني. كان بيقول لك في حوار ده جريت ريسيت بتاع كلاوس شواب والمنتدى الاقتصادي العالمي والشباب بتوع الماسونيه والحاجات دي، للناس اللي هي ايه يعني بغض النظر عن كلمه ماسونيه يعني، بس في شويه حاجات كده بيقول لك ان هو عايز في 2030 بيقول لك لن تمتلك شيئا ولكنك ايه يا عم، في خضتني ابو العربي، لن تمتلك شيئا ولكنك ستكون سعيدا. حوارات برضو الماسونيه والكلام ده، حوارات برضو يا جماعه، الواحد غاص في العالم ده شويه والحوارات دي وبتاع، بس انت فعليا الموضوع اصلا مش صحي يعني. الموضوع بيبقى شكله من بره كده ومحمس ونظريات وايه ده فعلا، بس حتى لو هو حقيقي او لا، واكيد في حاجات منه حقيقيه وفي حاجات افوره يعني، بس انت بتنغمس في العالم ده وبتلاقي ان انت طب وانا استفدت ايه بعد كده يعني وبعدين يعني عرفت بقى الحاجات دي، ما عرفتش طلعت حقيقيه مش حقيقيه. انا كمواطن بحاول اعيش دلوقتي في هذا العالم، هتعمل ايه يعني، فاهم؟ فبتفوق كده وبتخرج بره الحاجات دي وبتبتدي تعيش في حياتك وتعمل اللي ربنا امرك بيه بقى، في ان انت عندك اسره هي تبقى اولويتك، عندك شغل تحاول تتقنه، تحاول تزكي نفسك دايما وتحسن من نفسك دايما كده يعني. هي دي الحاجات الواحد المفروض يركز عليها برضو. كل حاجه تانية حوارات دي ملهاش لازمه والله. مش عارف ايه حوار الترند بتاع الاتنين اللي متجوزين اللي طالعين في بودكاست ولا متصاحبين كانوا
ومعرفش اصلا اساميهم ولا حاجه، بس حوار كده طالع وكل الناس على السوشيال ميديا قاعده تتكلم عليهم. انتوا ايه الهبل ده يا جدعان؟ انا مش فاهم بجد يعني. ما هو الناس بتعمل لا مؤاخذه للشيت، عارف الشيت اس اتش اي تي، بيعملوا له قيمه. هي الناس هي اللي بتعمل له قيمه بالكلام عنه. فدعونا من هذا الهراء والخراء والشت الذي منبعه هو من الوراء، عشان الحاجات دي لا بتقدم ولا بتأخر، وملهيات وحاجات متخلفة جدا يعني. حاجة يا أخي تعصب. يا الساعة كام يا جدعان؟ الساعة الواحد عايز يروح يضربوا له إيه؟ الجبنة القريش التي لا طعم لها من أجل الدايت وإنقاص الكرش، وينام بقى. الساعة 2:03 برضه. عمال الاقي نفسي، انا مش بفكر والله انا ماشي فين، عمال الاقي نفسي اروح في حتت وسايق في حتت، ولا انا بفكر اصلا امشي فين من كتر ما الدنيا كده ماشيه، فاهم؟ اللي هو انا على الاوتو بايلوت اصلا. انا ذكاء اصطناعي اصلا على فكره، انا مش حقيقي يعني. انا كلي انا تجربه اساسا. عارف الناس النظريه برضو المضحكه اللي بتقول لك احنا على فكره اصلا ممكن نبقى عايشين في سيميوليشن، يعني احنا ممكن كلنا كده نبقى جوه كمبيوتر ومش حقيقيين وبتاع. برضه يا اخي الواحد الناس بتتسحل سحلات، ابتدوا يبعدوا عن الدين، ما يبقاش عندهم حاجه اسمها دين، بالذات المجتمعات الغربيه. فهو عايز يفسر اي حاجه باي كنافه وخلاص. يقول لك احنا اصلا سيميوليشن على فكره، زي ذا ماتريكس كده. دماغي اتلحست خالص يعني. مستر تريلا ابعد عني وانت سايق بالفانيلا. شعار المرحله الجايه ده والله المفروض الزقه على الموتوسيكل، زي ما بتوع الميكروباصات كده بيلزقوا حاجات وبتاع. مستر تريلا ابعد عني وانت سايق بالفانيلا. الله يخرب بيت اللي مسؤول عن المرور في مصر الصراحه يعني. انا اسف يعني. في 2024 يا ساتر ايه كل ام الرمله اللي نفختني دي؟ ما تغطوا العربيات. حاجه مستفزه يا اخي. طب يعني وبهدلت الشارع وي 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 يعني. وممكن زلطه تطير تفقع عين حد، تعمل بتاع. خصوصا بتوع الدليفري اللي بيسوقوا، مش عارف ازاي بيسوقوا من غير خوذه دول الصراحه. دمرت البلد وفقدت الولد. يخرب بيوتكم يخرب بيوتكم يخرب بيوتكم هتتحاسبوا. نا 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 ونا نا 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 ونا نا 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 ونا نا نا نا. يا ابني كلمني نانا، قول لها العيال دي جبانة، قول لها العيال دي جبانة اللي جابهم معانا. طيب انطلق يا ماجنم. مطب هوا. ادرينالين. انت مين يا ادرينالين؟ خدت مطب هوا ابن لذينه. انت مين يا ادرينالين؟ ادرينالين يؤدر. حاسس ان انا عايز اطلع اسكندريه مثلا دلوقتي، يعني عايز اسوق بقى طريق. عايز اطلع سيوه مثلا، عايز اطلع سينا. لا بجد عايز اطلع سينا بالموتوسيكل والله. ده هتبقى حاجه خرافيه يعني. لما البلد تبقى بتاعتنا ان شاء الله، لو ده حصل في يوم من الايام يعني، ممكن نبقى نعمل كده. بس انا اصولي صينيه يعني، متفتكروش قصدي حاجه، عشان كده بس بقول البلد مش بتاعتنا يعني. يا مصريين انتوا مصريين وانا صيني. لا ده ياباني شويه. عملت كده ليه؟
كلت كشري ولا ايه؟ والله الصينيين دول بيتعبوا يا جدعان. زمان في مصر الناس القديمه شويه تفتكر كده، كان بيجي لك يخبط عليك على البيب على البيب على الباب واحد ومراته صينيين مثلا، واحد لوحده، يقول لك ايه، قول لي ماما عايزه حاجه صيني. ماشيين بشنط تهد الظهر، فاهم؟ تجيبك ارض مليانه بضاعه صيني بجميع الاشكال والالوان. ويخبط عليك في البيت، يقعد يمشوا طول اليوم يخبطوا على البيوت يبيعوا لهم الحاجات دي. الناس كانت بتتعب، وكان ده كان حصل لفتره كبيره، وكان صينيين كتير يعني. شوف بقى دلوقتي الصين بقت فين، فاهم؟ احنا اللي مصريين وهنروح ايه نشتغل عندهم ونقول لهم قول لي ماما عايزه حاجه صيني من البلد بتاعتكم اللي هي صيني برضو، لان انا مش هعرف اجيب لك حاجه مصري، ما بنصنعش حاجه لا سمح الله يعني. جريني واوعى كان يمينيني. لو سمحت جريني وخليني اخد يميني، صح؟ ده برضه ستيكر تاني ممكن نلزقه على الموتوسيكل، يبقى ايه، ابعد عني بالتريلا وانت سايق بالفانيلا، ولو سمحت جريني وخليني اخد يميني. حلو برضه، مش وحش. اتجنن بقى وايه واخد واحده صلاح سالم في طريق سويس كده، ولا ابقى عاقل وارجع من طريق المطار عادي لا كفايه خلاص كفايه. الموضوع مش محتاج يطول اكتر من كده. كده جميل. انا والله اصلا يعني في الاول كنت نازل اعمل حاجه بالليل كده في السريع، اشتري حاجه بسرعه من السوبر ماركت. بعدين قلت ايه، طب انا هدور بس الموتوسيكل اقف جنبه كده عشان يشتغل وخلاص، عشان البطاريه ما تنامش. بعدين قلت ايه، طب انا هاخد الخوذه اطلع بيها الف لفه انفخ الكاوتش وارجع. وبعدين اهو عارف اللي هو 1 اور ليتر. احلى حاجه ان في الموتوسيكل ده كawasaki كونكورس ده، ان كawasaki اصلا خدوا موتوسيكل ريس عندهم قوي جدا اسمه ZX14 لو انا مش غلطان يعني. وبدل بقى ما يسيبوه ريس بس، راحوا عملوا منه موديل سبورت تورنج، يعني اللي هو حاجه بقى مريحه اكتر بكتير قوي، وللناس اللي هي ايه عاقله شويه. وراحوا عملوا بقى الموتوسيكل ده، فحاجه الصراحه جميله يعني. عملوا ميكس كده ابن لذينه ما بين الراحه والسرعه والقوه والامان والبتنجان. برضو اليابانيين دول يا جدعان حوار الصراحه. Mr. Tripod, where you are? I don't know. Who are you? Come with me, you and me, 1 and 2. If you ask me what do you think, I will tell you I don't think that I know myself, but it comes to my mind randomly. بحب قوي التكبيرات بتاعت العيد دي. الحمد لله. ايه ده شجر؟ ازاي؟ شجر صغير، لسه فيه شجر صغير.
في 2 سنتي في البلد، الحمد لله. سلام يا رادار. سلام يا رادار اللي ركبك حمار. مش قصدي حاجة يعني، بس اللي أصدر قرار تركيبك برضو ممكن ما يكونش هو المخطئ يعني، بس اللي هو ايه، نفس اللي شتمناه بتاع المرور من شوية، اللي هو برضو أصلا مش بتاع المرور، هو واحد بس أصلا يعني الصراحة اللي بسبب كل المصايب دي. لا دايما الشتيمة موجهة ليه يعني. أنا بتكلم طبعا على الصين مش على مصر، ولا يمكن على المكسيك. خلاص يا جماعة، أنا طلعت الصراحة كل الكلام اللي عندي، عايز أروح، مش عايز أتكلم. بس بحس اللي هو أنا إيه، مش عايزك تفضل قاعد معايا، أنا مش عايز أقفل الفيديو برضه، كده كده مش هقفل الكاميرا غير لما أركن يعني وأقف. بس هل هتفضل قاعد معايا كده في سكوت خالص؟ ماشي. هل أنا هعرف أسكت أصلا؟ معرفش. ليه تحت الكوبري لما بعدي من تحت الكوبري كده زي دلوقتي، الحته اللي تحت الكوبري دي سخنه قوي يعني عن بقيه الهواء. ترى عنوان الفيديو ده هيبقى ايه؟ عشوائيه بنت لذينه الصراحه، كميه الحاجات اللي الواحد يتكلم فيها وبيتكلم فيها. لذلك من المستحيل ان الواحد في قناه زي دي يبقى متوقع مثلا انها تكبر او توصل لاي حاجه وبتاع، لان الالجوريثم مش فاهمها يعني. الالجوريثم بيبص على الفيديوهات كده والمحتوى والكونتنت اللي جواه، يقول لك يا عم ده مجنون يعني، ده مش عايزين نطلعه للناس اصلا يعني. فهو اليوتيوب الجوريثم بيحب الحاجه النيش او الحاجه المتخصصه، عشان يفهم القناه دي بتتكلم في كذا، ارشحها للناس اللي بتحب موضوعات كذا، او لنوعيه الناس اللي بتتفرج على الموضوعات كذا. فقليل قوي لما ممكن تلاقي فيديو على القناه ده يجيب فيوز عاليه يعني، وهو ده مش الهدف خالص يعني. القناه دي فعلا هي الاوتلت او المنفذ، المخرج بتاعي لما ببقى عايز اصور اي حاجه في اي حته في اي كنافه. مش مهتم بكواليتي، مش مهتم بان انا اتكلم في حاجه اللي هو اسلام. اصلا هغير اسمها من اسلام كوتزيلا ارجعها اسلام هشام او حاجه مش مفروض تبقى مربوطه دي نهار ابيض على هذه الحفره والشوارع مصر الجميله. مش المفروض القناه دي تبقى مربوطه بالبراند بتاع كوتزيلا خالص يعني اصلا اي حد بيفكر مثلا يجي يعمل معايا سبونسر شيب او حاجه، يشوف كده احترافيه على قناه كوتزيلا ومش عارف ايه. لو فكر يبص هنا هيقطع علاقته بيا يعني. اللي هو عايزين نفصل الحاجتين عن بعض يعني. وعادي يعني الواحد يقدر يكون احترافي، يقدر يكون جد، يقدر يكون بيهزر، يقدر يكون على طبيعته 100%، يقدر يكون كل حاجه الحمد لله يعني. فهنا قناه الايه، الطبيعه ال 100%، اللي هي برضو اصلا مش 100% قوي، عشان هي ما ينفع، هي 90%، هي ما ينفعش تبقى 100% عشان خطر عليا وعليكم. فهي ايه، نقول الطبيعه ال 90%. وانا على فكره برضو من الحاجات المثيره للاهتمام، ساعات ما بيبقاش حلو ان الواحد يظهر على طبيعته 100% ولا حتى 90%، لان ممكن ناس تقابلك وتتعامل معاك على اساس معين وانت ما تبقاش متقبل ده من الناس دي، انت ما تعرفهمش، بس هم بالنسبه لهم هم بيحسوا ان هم يعرفوك، بيقضوا معاك فترات طويله، بيرتبطوا بيك بشكل معين من خلال فيديوهاتك وكلامك وافكارك وكده. لكن بيجي لك مثلا واحد يسلم عليك ويتكلم عليك بعشم قوي ويهزر معاك بعشم قوي وبتاع، انت ممكن ما تبقاش متقبل ده، وممكن ما تبقاش كده في الحقيقه مع كل الناس في الشارع اللي انت ما تعرفهاش يعني، صح؟
دي حاجه طبيعيه. لكن هي دي بقى البروز اند كونز بتاعت ان انت تظهر على السوشيال ميديا وان انت تعمل حاجه وتحطها ان بابليك وكده، ولازم الواحد يبقى مستوعب ده. انت خلاص بتطلق نفسك للعامه، فده رد فعل طبيعي يعني. كنت عايز اتكلم والله على فيديو عمرو دياب ده، بس مش فاكر كنت عايز اقول ايه. ده كنت عايز اعمل له فيديو لوحده اصلا، بس حسيت الموضوع ما يستاهلش فما عملتش. الحمد لله انا ما عملتش يعني. بس ممكن الواحد يتكلم في وسط فلوج زي ده يعني، اللي هو لو احنا هنتكلم في الصح، الحركه القرصه اللي الراجل اللي عايز يتصور معاه قرصها له دي مش حلوه يعني، مش حركه لذيذه. لكن طبعا رد فعل عمرو دياب مبالغ فيه جدا جدا بزياده يعني، اللي هو انت بتعمل ايه يا باشا يعني؟ انت كبرت وخرفت ولا ايه؟ محدش مهما كان مشهور او حاجه او عنده حب من الناس او كده المفروض يتصرف بحاجه زي كده، بالعكس يعني. ولو انها حركه تضايق، احنا لازم نبقى برضو متفقين على كده يعني. بدايه الغلط من عند الشخص اللي قرصه كده عشان يتصور معاه. لكن انت نجم وبتغني وفي فرح وطبيعي عارف ان الناس عايزه تتصور معاك. الحركه بتاعت الواد غلط، بس ما ينفعش ردة فعلك تبقى تلطشه بالقلم يعني. بس سبحان الله، ده اللي بيحصل لما الناس تعمل قيمه لناس المفروض ما يبقاش ليهم قيمه خالص. ناس ما بيقدموش اي فاليو للمجتمع، بالعكس بيقدموا كل حاجه حرام، غنى ورقص وقرف احسن الصراحه. احسن ان الحاجات دي تحصل للناس دي ويتكشفوا اكتر على حقيقتهم، والناس تفوق شويه، لان يعني مش ممكن، احنا مش ناقصين تخلف يا جدعان. احنا يعني الى حد ما الدول بتاعتنا دي اكتر دول متخلفه في العالم حاليا يعني، فمحتاجين نفوق من الحاجات دي شويه. هتعب نفسيا عشان افكر في عنوان والله. هتعب، والالجوريثم هيتعب معايا، واللي بيشوف الثمبنيل والعنوان هيتعب برضه معايا، وكلنا احنا بنعمل في بعض كده ليه يا جماعه؟ احنا بنعمل في بعض كده ليه؟ اوبا، نفسي امشي في شارع واحد بس لمده مثلا ايه، دقيقتين، من غير ما يبقى فيه نقره، يبقى فيه حفره، يبقى فيه مطب هوا. موضوع الحفر في مصر ده برضه لغز، اللي هو ايه، ما اعرفش، مش بيتعلموا الموضوع ده في كليات الهندسه، الناس اللي مسؤوله عنها تعمل شوارع وكده، ولا الموضوع بيمشي ازاي يعني؟ يعني ليه في دول بره بيعرفوا يعملوا حفر عادي، او بلاعات، سوري، البلاعه ما بتكونش تفشخك وانت سايق وتفشخ العربيه وتجيب اجلك وتقع فيها يعني ليه بيعرفوا يعملوا كده واحنا لا؟ هل هذا علم صعب قوي يعني؟ ايه الغلب ده؟ البلاعه يا واقعه تحت قوي يا طالعه، فاهم، برج في نص الشارع، مش بلاعه. لا احنا في البلاعات والله. لا اله الا الله. حبيبي واقع في البلاع، حبيبي راكب له البتاع. وهنا تنتهي رحلتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينك. انا عايز بقى بجد اقفل الكاميرا وانا سايق، مش عارف هي بتسجل كل ده ولا البطارية خلصت ولا ايه، بس تعالى دوس